كي دايرين لاباس عليكم كلشي بخير. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. بما ان البنات قرب العيد كنحتاجوا واحد الخبيز كيكون زويون. انا غادي نشارك معكم الطريقه ديال الخبز اللي كندير انا نهار العيد. بغيت نشاركو معكم، راه كيجي البنات زوين بدون فرص، ما فيه حتى حبه الفرص. هنا البنات عندي فرينه البلديه البنات، ها هي. ما لقيتوش هاد الفرينه البلديه كتباع في الحوانت، كتباع في الطاحونات. فرينه البلديه مصفيه مطحونه مصفيه بحيث لا نخالها. ما لقيتوهاش عوضوها بزلافه ديال الفرص. عندي زلافه منها، عندي زلافه من الدقيق الكامل بالنخاله ديالو. ها نتوما هذا راه بالنخاله ديالو كومبلي. وعندي زلافه ديال الفينو. دابا غادي ندوز انا البنات. غنعجنو في العجانه، يمكن لكم تعجنوه في القصعه كيف نفس الطريقه. هيا بنات زلافه ديال الفينو، زلافه ديال الدقيق كامل او بالنخاله ديالو او كومبلي. عندي زلافه ديال الفرينه. ما لقيتوش هاد الفرينه، هادي راه فرينه بلديه، ما لقيتوهاش عوضوها بزلافه ديال الفرص. دابا غادي ندير الملحه كتبقى على حسب الذوق كل واحد. غندير معلقه صغيره ديال السنيده. يمكن لكم تعوضوها بالعسل، غير انا عندي العسل البنات عندي جامد، داكشي باش ما درتوش. وغادي نديرو معلقه كبيره ديال الخميره، معلقه كبيره دابا البنات حال سخون. دابا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات. وعندي هنا 4 كاس صغير ديال الزيت البلديه، يمكن لكم تعوضوه بالروميه. والماء دافي باش غادي نعجنو هادشي. انا في العجانه البنات حتى كنخلط هكا بيدي، عاد كنديرو في العجانه يتعجن ليا. فاش كيتخلط هكا مزيان ما كيبقاش لتحت طحين كاع. كتحكموا في الماء كتعرفوه واش ما قاصح ما خفيف ما والو. وديك الزيت البنات ما كتخليناش الخبز كيجي الاستيك، كتجيبو زوين. كتخلينا الخبز يبقى رطب، واخا كيبات غير كتسخنوه وكيبقى رطب كيبقى زوين. غادي نزيدو واحد الرشيشه ونردو يتعجن في العجانه. وفي القصعه خاصنا كتبقاو غاديين كتدلكو كترشو رشيشه وكتدلكو حتى كنحطوها ديك العجينه كما باغيين. صافي بنات دابا غادي نديرو يتعجن. راه بعد عليا الضو، من بعد ما نتلاقى معكم على حساب الصداع. من بعد ما يتعجن ليا مزيان نتلاقى معكم ان شاء الله. عجننا الخبز ديالنا، خديت واحد 10 ديال الدقيق وهو كيتعجن. صافي ها نتوما شفتوا البنات العجينه ديال الخبز ما كتكونش خفيفه وما كتكونش عاوتاني جاريه فوق القياس وما كتكونش قاصحه، باش كيجينا الخبز ديالنا خفيف وزوين. صافي شتي على هذا الشكل هذا، واخا كتلصق راه مزيانه. غادي ندير واحد القطيره ديال الزيت. البنات راه كاين الزيت البلديه كنزيد الروميه كيف صافي. دابا غادي نخليه يخمر ليا مزيان حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. ها نتوما حتى يضاعف ليا الحجم ديالو. بعد ما يضاعف ليا الحجم ديالو وندوزو باش نشكلو الخبيزات ديالنا. ها هي العجينه ديالنا خمرات. شوفوا انا خليتها البنات نص ساعه. شوفوا كيفاش تبارك الله خمرات. ها شفتوا؟ صافي دابا غادي ناخذ العجين ديالنا
خليوها بنات. الخبز كل ما كيخمر في هذه المرحله كيجينا الخبز زوين وخفيف. ها انتم شفتوا كيفاش معجون مزيان، ما لاصق ما حتى شي حاجه. ها صافي. ها شوفوا كله تبارك الله منبل. دابا غنبقاو نديرو على شكل كويرات، بغيتوهم كبار بغيتوهم صغار، كل وحده انا غنديرهم البنات في صغيورين. الخبز ديال العيد البنات كيكون هكا صغير، واحد كياخذ خبيزه كيدير فيها القطيبات ديالو كتجي زوينه. هانتوما بحال هكا ونحطهم. عاد ديك الساعات غادي ندوزهم انا في السميده الرقيقه باش كنديروا الحرشه وكنديروا البغرير. المهم كل واحد كيف ما بغا ديرهم كاين اللي كديرهم بالبوله ديال الشعير، كاين اللي بغى يديرهم في الحمامه او الدقاقه او النخاله رقيقه. انا غادي نديرهم في السميده باش كنديروا الحرشه. هانتوما البنات تشوفوا كامل تبارك الله منبل. هنا باش كتعرفوا العجينه ديالنا راه ناجحه وزوينه. صافي غادي نخرجوا كامل الكويرات بحال هكا. عاد ديك الساعه غادي ندوز باش نعاود نقرصوا من الاولى. شوف كاملين هكا كويرات. هنا غادي ناخذ من الاولى. هنايا عندي السميده الرقيقه باش كنديروا الحرشه ونديروا البغرير، هي هذه. وغادي نبقى ندير هكا نلبسها كامله بهاد السميده باش تجيني الخبيزه ديالي حرشه وزوينه. ها يمكن نديروها حتى هكا. ها صافي ونبداو نقرصها. شوفوا البنات، ها شوفوا العجينه ديالنا باش تعرفوها مدلوكه مزيان. نتوما تحكموا في الخبيزه ديالكم، بغيتوها رقيقه بغيتوها شويه تكون عاليه. المهم كل وحده وكيفاش كيبغيو الخبز الدار، كاين اللي كيبغي شويه غليظ كاين اللي كيبغي رقيق. صافي انا غنخلي بحال هكا يا ما غليظ ما رقيق. صافي غادي نحطها في البلاطه ديالي. ها انتم عاوتاني ديروا السميده مزيان باش كيجي الخبيز ديالنا كيجي حرارش. ها انتم لبسوها هكا كامله بالسميده. ها ندوروا عليها في الجناب. وهذا البنات اللي كيكون عندنا محطوط في الارض هذا كنديرها. عرفتيني هو اللي كيولي عندنا لتحت في الخبزه، كيولي هو التحتاني ديال الخبزه. هانتوما على هاد الطريقه هكا. دابا كما قلت لكم هذا اللي كيكون عندنا في الارض هو التحتاني، وهذا الوجه هو الوجه ديال الخبيزه ديالنا. هكا بحال هكا. عاوتاني نجيب وحده اخرى. ما قلت لكم ديروا السميده. قلت لكم وحده تقرص باش ما بغات. كاين اللي كيقرص بالبوله الرقيقه ديال الشعير، كاين اللي كيقرص بالحمامر. كل وحده تقرص باش ما بغات، كيبقى اختياري ديك التقريصه على حسب كل وحده. كاين اللي كيقرصوا بالفينو. غير هي السميده البنات كتجيب لنا خبز زوين ومحمر وحرش هكا. ونديرو في النار. صافي دابا غادي نكمل كلشي هكا بالتقراص ونتلاقاو ان شاء الله. كنرصو كامل بحال هكا. وعندي واحد الجوج درتو في واحد البلاطه صغيره. دار لي هذيك المقادير 3 زليب، داروا لي 8 تاع الخبيزات. دابا غناخذوا شي موس او كيطور او زيزوال اللي عندكم وغادي نفلحو هكا قبل ما يخمر. هكا غنفلحو على ربحه. ما بغيتوش تفلحوه خليوه غير هكاك.
بحال هكا ديروه قبل ما يخمر، باش حيت كيخمر البنات كيتحلوا له هاد الفليحات ديالو. صافي دابا غادي نحطو وغادي نغطي عليه بواحد الزويف، وغادي نخليه غير ربع ساعه ونشعل الفران ديالي ونطيبو. بعد ما يخمر اليوم بغا ندخل الفران، نتلاقاو ان شاء الله. ديالي خمر، شوفوا كيفاش خمر، دوك الفليحات كيفاش تفلحوا مزيان ملي يخمر. صافي دابا دايره الفران ديالي كيسخن، خص الفران يكون سخون مزيان، الخبز كيبغي الفران يكون سخون. صافي غادي ندخلوه على العافيه متوسطه. المهم كل وحده كتحطيها ديال الخبز فرانها، ونتلاقى معكم في الشكل النهائي ديالو. الشكل النهائي ديال الخبيزات ديالنا، شوفوا كيفاش كيجيو البنات، كيجيو محمرين، ها كيجيو خطيرين وكيجيو خفافين خفافين. ها نتوما البنات كيجي خفيف وكيجي غزال، شوفوا كيفاش كيجي محمر وكيجي زوين. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه البنات بدون فرص، وبصحتكم وراحتكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.